اوكي يا معلم، حدثني عن استغلال المواقف واقول لك فعليا هنا الزاهد وزهير مراد فشخوا ام الوطن العربي. يا حبيب نص الشعب العربي حاليا عم بتمنى لو كان بدالهم. طبعا انا مكان زهير مو مكان هنا. اهلا فيكم بالفيديو اللي راح يشرح لكم ويفصل لكم كل شيء صار بهذا الحفل العالمي والخلافات يلي صارت من بعده. اذا كنت اول مره عم تشوفني انزل اشترك في القناه واكتب لي تعليق حلو مثلك وحط لي لايك. خلينا نبلش. كيفكم يا معلم؟ رجعت لكم فيديو جديد لليوم. للي ما بيعرف شو هو حفل او سلسله حفل جوي اووردز يلي صار لها ممتده اكثر من 4 سنين وهي السنه الخامسه، هو باختصار شديد حفل لتكريم المغنيين وصناع المحتوى والممثلين والممثلات والاحياء منهم والاموات. دقيقه شوي، انا فعليا ما بتمسخر وقت عم بقول هيك. حتى مايكل جاكسون كرموه يا زلمه. مغنيين الجيل الصاعد، اليوتيوبر، التيك توكر، اي شيء معلم نازلين تكريم فيه ليتكرم اليوم. الكل يتكرم. طبعا الراعي الاول لهي الحفله هو المستشار تركي آل الشيخ. هذا الزلمه اللي ما بيعرفه هو مستشار برتبه وزير بالديوان الملكي بالسعوديه، وهذا الزلمه معه مصرات كتير كتير، يعني فعليا حسابه في البنك فيه اكثر من 400 500 دولار. انت متخيل؟ ها مو 500، لا امبارح كان عنده حفله يمكن صرفهم. قد معي يا حبيبي المتابع كم شغله مستلم هذا الزلمه. ماتشات كره القدم، ماتشات كره السله، لا ماتشات الملاكمه، لا مايك تايسون، لا مين بدك مين بدك، كله له ايد فيها. طبعا اللاعبين واللاعبات بفرق النساء كمان، حتى الماتش اللي لعبه تايسون مع جيك بول هو كان وراه، ولدرجة انه بعد هذا الماتش عرض على تايسون 700 مليون دولار مشان يرجع يعيدوه ويعطيه ضربة قاضية لجيك بول. يا اخي ما بتتبناني؟ ما عندي مانع، بوافق فورا. انا بعشق شيء اسمه تركي، وقت سموني ابوي وامي بالاحوال المدنية مصطفى قلت لهم لا نو تركي. اعشق هذا الانسان، حتى لابس نظارات مثلك. انا تركت بلدي وجيت على تركيا عشان اقدم على الجنسية واصير تركي. خلينا نشوف الحفل ونشوف مين متغاظ ومتكاد من الثاني. وانا من واحد من جمهور الشامي حتى انصدمت، اخذت صدمة عاطفية انه ما ربح. والله هو بكفي انه ترشح لجائزتين بس، يعني نو بروبلم. السنه الجاي فعليا ما في فنان او صانع محتوى ما اجى، اي حدا اجى في بالك جديد او قديم، تركي سوري عربي. طبعا مثل ما لاحظتوا كميه الهائله من النجوم السوريين يلي حضروا الحفل، وهذا الشيء بصراحه بدل مين سوريا. خلينا ما نطول عليكم الفيديو، وكذا انا ما رح اعرض لكم الحفله كلها اللي طولها 4 5 ساعات. خلينا نختصر. اكيد صحيح. طب مبدئيا طلع لي وشه لهذا في اول فيديو. ليش يا ربي ليش؟ And the winner is Samer Ismail. خلينا نتفق انه هذا لحاله انجاز، انه تكون داخل باسمك واسم ايمن زيدان وتفوز انت، فانت هيك بكون انجزت قبل ما تعمل اي شيء وقبل تصويت الجمهور. فايزة بجائزة الفنانة المفضلة بنت البلد أصالة نصري. هلا المقطع يلي صار بعد هاد حرفيا أصالة بهدلته فيها بهدل كلب، خلينا نقول لطليقها القديم. واللي ما بيعرفوا اسمه طارق العريان. هو ليش عريان؟ ما عم بلبس يعني؟ لا سلك عريان ولاد كرم. شفتك شلت الاشتراك رجعه بروح امك. لا هاي حسن جوزي بموت عليك يا جوزي. الصراحة هو مسؤول عن كل شيء زيادة أنا بقدمه بهذا المجال اللي أنا بحترمه. طارق عريان بعد هالكلام شعورك شو هو يعني؟ ها؟ عشان الذكر لكهرب الجمهور كله والله. دخلكم حسام السيلاوي هو مدخل معه بنت تقرب لطارق العريان، يعني حفل عريان هذا ولا ايش؟ المهم عاملكم لوك ملك الظلام، اسود باسود باسود، وبعد كل هالتجهيزات واللوك الخطير ما تكرم. انا هذا الزلمه ما بحبه. ليش شايف حاله كتير ما بعرف. شامي خبرنا اليوم مين النجم يلي التقيت فيه بالجوي اووردز، فكنت بتوقع انه معقول تشوفه بيوم من الايام؟ ياسر عظمي الاستاذ الكبير، كثير بحبه، يعني مربوط بذاكرة. والله هي كبير صحيح انه ما فزت، بس بكفي انه ترشحت لجائزتين ورا بعض، والسنه الجاي لك ان شاء الله. بس اذا كنا عم نحكي على اللوك من شوي انت والسلاوي، ما بتحس الشامي لوكو سيره من طرحه امه من البيت كله دبابيس واوبر ومدري ايش؟ والله بتشوفك امك لا تفضح عرضك. خلينا بقى نشوف خطاب ياسر العظمي اللي محسب حاله طلع رئيس جمهوريه وعم بيلقي على شعبي العزيز. ايش في معلم كل هاد؟ جائزة جوي أووردز
للإنجاز مدى الحياة للفنان القدير ياسر العظمة. انا بدي اعرف شعور ايمن زيدان هو بيركين جنب بعض وقام حسيته راسه صار يطلع من راسه بخار. نتفق معكم انه ياسر العظمي بيستحق هاي الجائزه، بس يا اخي انا بس من شفته استلم المايك يعني رحت عند الحلاق حلقت ودوشت واكلت ورحت على المطعم وعملت شوبينج لدرجه كنت اروح على حفله جوي اووردز من تركيا على دبي من كتر ما في وقت. من دمشق الغاليه دمشق الغالية التي تكن للشعب العربي السعودي كل تقدير. هلا في سؤال شوي صغير عمو ياسر، انه اي واحد بده يطلع يفشخنا في ام سوريا والشام واي واحد بيطلع وبيحكي هيك قل له بس سؤال صغير، ايمت اخر مره كنت في الشام او بسوريا بشكل عام؟ حاجه كلام فاضي، اذا انت ما عم بتنفذ لا تنصح الانسان اللي قدامك. وهون بقى سيداتي وسادتي اجا وقت الجائزة يلي غاظت كتير بنات انفلونسر، سارة، جائزة أفضل مؤثرة. أوكي يا جماعة، هي ترشحت اسمها نارين وضحى وسارة الورع مرته لغيث والرابع والله نسيت. المهم كمية الغيرة واصلة لليفل 1000 معلم. الفرق بين بنت من عمرها 12 سنة عم تشتغل على حالها وبتتعب وبتصور، وحدة ما صار لها في هذا المحتوى سنة وشوي وجابت نفس الفيوز على حساب جوزها. والله بعيدا عن جد انه انا فرحت لها لنارين لاني بتستحق هي الجائزه بكل هالسنين، بس هي طول ما ماشيه من مقعد لستاند التصوير عم تقول يا رب يلا شلون بدي ابكي، يا رب شلون بدي ابكي، عم تسترجع ذكريات اليأسة كلها عشان تبكي. You're sick, you not help، ومن هذا الحكي الفاضي. عم برجف. ما بتتخيلوا قد ايه مبسوطة اني انا موجودة هون رح تفوز بهي الجائزة. حياتي ما كانت هيك ابدا، كنت صغيرة بلا بيت بلا اكل وبلا شرب، اليوم لقيتني. طبعا نارين هون قلدت اخوك الصغير وتتركه قدام الضيوف. كنت بلا بيت بلا اكل بلا شرب. ايش في معلم، انت كنتي عايشه بالسويد. اوكي طلعت انا الحمار وعم تقصد على ايام الحرب. اوكي واليوم لقيتني هون وحابه اقول لكل حدا عنده. طبعا علي الحلال مخرج هذا الحفل شيء ابن حرام. طالع اي اثنين بنفس الفئه وقت الواحد بيربح بحط الكاميرا على الثاني عشان نشوف رياكشن اول باول. حبيبي علي الحلال انت روح على نتفليكس، ايش هذا عم تسوي هون؟ طبعا نظرات سارة هيك فعليا. ما هو هذا الشيء اللي عم بحاول اوصلكم اياه، اللي عم بتعب صار له سنين مو مثل يلي طلع على ظهر جوزها. امل وعنده طموح وعنده حلم انه يصبر ويخلي ايمانه بالله كبير، لانه على طول خطط الله احسن بكتير من خططنا لنفسنا. هو على طول لاني خطط الله يعني، والله انا عم بفكر نستعملك بدل المشايخ للدعايه للاسلام، انت بس قولي امنوا بالله العباد كلها حتى تامن. فعليا خليني اقول لكم هي ليش منفعله وضع الصوت الشتوي تبع ياسمين عز وعم تحكي فيه. اني عدوا معي، يلا عد فاقص. خطيبه كراشة القديم ومحمود بيطار يمكن هون وغيث مروان واكيد مو فلوكس جاي، هي 4-5 كانت مرتبطه فيهم طبعا لتفعل الوضع الخريفي كمان. ابو فله، اسامه مروان، شونغ بونغ، نايف حمدان. والله فعليا بعد هالبروبوزل Are you one of me اللي عملوه شيرين وأسامة ضجت العالم وجابوا بالملايين، فتوقعت انه هو اللي راح يكسب هي الجائزة. بصراحة وان كان كسبانة ما كانت من حقه، لاني بشهرة
ايام معدوده او فتره معينه. بس الشيء اللي صدمني انه مع ترشيح اسم ابو فله واسامه بهالارقام بيفوز شونغ بونغ، فهذا الشيء فيه شويه شك قله تحكيم. اوكي. الفائز بجائزة المؤثر المفضل هو شونغ بونغ. فعليا شلون كيف ما ندري. اذا بدنا نحكي بالارقام شونغ بونغ عنده 16 مليون 17 مليون متابع على اليوتيوب. يا اخي اسمك مرشح مع ابو فله عنده اكثر من 43 مليون مشترك. بتدفعوا لي بضل ساكت، ما بتدفعوا لي بدي. طبعا انا بتمنى تدفعوا لي حتى تصير ثروتي اكثر من تركي آل الشيخ 400 500 دولار. حسدناه عليها للزلمه، طارت امبارح صاير بالحفله. اوكي يا حبيبي، وهذا كان نهايه الفيديو لليوم، وهي قصه جوي اوورد متطقطق للسلام عليكم. فاذا مالك مشترك انزل اشترك لاني القادم اعظم. تشاو.